نقف اليوم أمام مأساة تفوق الوصف، أمام دماء سالت على أرض الكنيسة، كنيسة مار إلياس في دمشق، لا لأنها حملت سلاحا، بل لأنها حملت شموع الإيمان وصلوات القديسين. في يوم الأحد الماضي، وبينما كانت رعية كنيسة مار إلياس في دويلعة بدمشق تحتفل بقيامة المسيح وبعيد جميع القديسين الأنطاكيين، امتدت يد الظلام والإرهاب وغدرت بمؤمنين كانوا يرتلون لها، فحولت الكنيسة إلى مذبح شهادة، وملأت البيوت بالحزن والسماء بأرواح الشهداء. يوم تخوشيبا سريتريب دويرخا ورخا برسوبا مبقيالة أمرا إيبت ناشي صالوي وقو أمرا بيومت خوشيبا إيبا إيدت قديش أنطقناي أن شولانة بعدين أتخناشي أني هدف الدية اللي موتا سبليبا يخيوتا على بريولة ناشي قد خي ليل بريه قموتا إن باري والي قموتا لي باري والي أصلا، فأن ناشي أتخبي كل ناشي مميتي لي بخشابنا جاني ماطي البرديسة وعلى مخرم لموتا قطلتت برناشة سب برناشة اختمرن بيلق خيه أن من دياني لي ماصي زبني لهيمانوتا أن كل بي هيمانوتا يعني زبني له هيمانوتا ربخ إيدا من أمرا أن من ديانة يابني نخا خيلة بشقويا قد أويخ ناشم همنة هيمانوتا بوش بزيادة بدن شولانة فادينا بطلابخ مريا على باخلة دخت مشيخة قم باخل أن يتقم قطليلة أبخنا باخولة وخ أني ناشي وبطلابخ من مريا على مت هونا قريشي قد لا مغبي موتا على يواني الخي قد خيخ. اجو أخني ثيلا اتحاد إعلام الأقليات وحقوق الإنسان، هذه منظمة إنسانية مجتمعية ثيلا مقدمة التعازي وحزنا الأليم بحادثة تفجير كنيسة السيدة العذراء في اللاذقية في سوريا. هذه حادثة كم ذكرانا بحادثة سابقة تحصل ولا بكنيسة سيدة النجاة، نفس من تحصل ولا بآية حادثة وزيوانا ما تحصل من ناس مثل شهداء أطفال ورجال نساء مؤذيه بهذه حادثة. أخني إجوسيلا تعيش أني لحظات الحزن مع أبناء الكنيسة ومش عرخ إنه أنهي لنا الخذيه كلنا أخني كيف عيشة بنفس الوضع والحياة الاجتماعية. كنت طلبخ من كل الجهات السياسية حتى أقول لك يا آخر جبن بلدا كنت طلبخ من الجهات السياسية دنا بسوريا إنه مراعاة حقوق المكون المسيحي ومحافظة سلامته وأمانته تامة. كل شخص كبيد عايش ببلده حبيت بايش تامة جذوره لأنه بمنطقة تحينة، فأكيد هذه نقطة لكم أثر الأبناء تامة وأبناء المكون المسيحي بسوريا. وأقدخ أنه أخني بياشيخ بأرأن لأنه دائما أخني كمخ الأرض هي أساس الإنساني له. كل التعازي كل الحزن دعوات الشهداء ومتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأتمنى أنه تكون آني آخر الأحداث تحصلي بمجتمعنا وبلداننا العربية. هذا من دي أخنيك نستنكر أخلي حيلة ولكم موفق ألح لأنه الأرض لكل الديانات الليلة بس ديانة غذاء. أنا أكيد أشخاص متطرفين لك ذي معنى الحب والسلام والتآخي. اعتاد الاتحاد الدولي لإعلام الأقليات وحقوق الإنسان في المشاركة مع أخوتنا من كافة الديانات والمكونات في المناسبات
بكافة أنواعها. فبهذه المناسبة الأليمة الذي يمر بها شعبنا الشقيق في سوريا بتفجير كنيسة المارلياس، وهي هذه الفاجعة مشابهة إلى انفجار كنيسة سيدة النجاة عفوا. فهذه الفاجعة متشابهة بالأحداث والظروف المتشابهة. فبهذه المناسبة ارتأى الاتحاد تقديم مواساة لأخوتنا المسيحيين من الروم الأرثوذكس في بغداد، تقديم التعازي لهم. أكيد نشعر جميعا بألم كبير بما حدث في كنيسة مار الياس في شقيقة سوريا. هذا الألم اللي مر به العراق سنة 2010 بتفجير كنيسة سيدة النجاة، وما صاحبه من ألم وصاحبه من حالات أدت إلى هجرة للمسيحيين من العراق، وهذا أدى إلى تفريغ البلد أو تقليل الأعداد اللي موجودة. نأمل أنه هذه الحادثة الحديثة اللي صارت في سوريا ما تكون بداية مشابهة لبداية 2010. الهدف من عندها تفريغ الشرق الأوسط بصورة عامة من المسيحيين. قوداشا ترمشات خوشيبا اسري وتريخ زيران ترقلبي واسري وخمشة أهويلا قدشات مبقيتا بعمرة مار إلياس اتعيتها روم أرثوذكس قوتاخد دويلعة بمدينة دمشق سوريا. فلاطيت آها مبقيتا وآها قدشا ممريانا إيوا زودة من إسري برصوبي سهدة وإسراية دربانة. جو بغداد بشلم قبلة بويا أو يولت تلبا من شركة برصوبي سياساية وأب من شركة مطكة سياثة. اهدر يب أمرة مرقي ورقس قا يولت تلبا قا رعية أمرة وأبزه قا مرعيثة اتآها عيتا. هما شابت باي شقالة هيمانوثة ومخبتة بشرامة من كل قنطة بتبيشي عيتاثة مبوعة يولت تصورة وشلامة. مريم آشور قناة عراقية سورييتا بغداد.